انت بده يقدم والله جعنها. ما كفونا غازين غاز ثالث. عامل للحارة وحارة الحارة. اللية لازم تكون من زهرة الخروف، من اللية. يا ريت لو فيك تشم شم. شغلنا كله على البكلة. معك مصاري زيادة حط صنوبر. قداحة حرامي القداحات تاقيله. ضاعت القداحة. شكله مصور سرى القداحة. ستنا قداحة. هي حلوة خليها اوعى تقيمه. روحي. شي نعم. انا لازم يسموني ملك السقسقة. رمضان كريم. اهل حما عطونا ودللونا ونغنجونا باكله طيبه ولذيذه وعلى المعده كتير خفيفه. باطرش حموي المكونه من باذنجان، بندوره، توم، رب بندوره، طحينه ولبن، ملح، كزبره، فلفل. تابعني لاخر الفيديو رح اعطيك الوصفه 100% بعيارات 100%، بطعمه خرافيه وعلى البكله ايه والله. وهالاكله كتير بيميزها طعم التدخين اللي فيها. واول شغله لازم نشوي الباذنجان والبندوره. نعمل ابوعه هيك. ما كفونا غازين غاز ثالث. عامل للحاره وحاره الحاره. وبعد ما شوينا الباذنجان بنقشره بطريقه كتير سهله. بعد ما نقشره بنحطه على مصفايه. تعالوا نشوف شو بنساوي. لا تقول او لا تقولي نحطهم بالفرن اسرع واسهل، لا شويهم على الغاز، لانه الشغله اللي بتعذب فيها بتعطيك طعمه غير شكل. نحن بعد ما شوينا ونظفنا الباذنجان معنا كيلو من الباذنجان حاطينه بالمصفايه وبندوره 500 جرام. لازم نساوي هلا اساس الباطرش. نشغل غاز اول شغله. ثاني شغله بنحط المقلايه. هلا بننزل عليهم بشغله تسقسق وتنغنغ. اللي لازم تكون من زهرة الخروف، من اللية، وبين ما تدوب عنا. اللية لازم ننزل عليهم ببصلة كتير ناعمة. هي اختيارية بس تعطيها نكهة كتير طيبة. هلا بنحط البصلة على الدفة معنا بهي الطريقة. نحط ايدينا هيك. نفرمها هيك ناعمة كتير. هي الكمية بتكفي معانا. وهلا بنحرك اللية. اللية هي حتعطينا الطعمة الصح. فينا نحط سمنة بس أنا بختار اللية تعطينا النكهة كتير طيبة. أول ما تنزل اللية أو الدهنة المي تبعتها ننزل عليهم بالبصلة يلي فرمناهم ونحركهم مع بعض. ومثل ما استوت عنا البصلة مع اللية ننزل عليهم باللحمة. تاكل معنا وقت بين دقيقة أو دقيقتين. وبين ما تستوي عنا نقطع البندورات يلي نحنا شويناهم. لازم تكون بندورتنا مستوية وحمراء مشان تعطينا الطعمة طيبة بحموضة البندورة المستوية وتعطينا اللون الحلو. كمية البندورة مثل ما قلت لكم نص كيلو، يعني حطينا 200 لية بيطلعوا لهم شي 25 جرام بصل ونص كيلو من البندورة. مثل ما دابت عنا البصل واللية بننزل اللحمة. اللحمة لازم تكون قطعتها أصغر من راس العصفور. في عالم بتحط لحمة ناعمة بيصير، بس هي طيابتها باللحمة الأصغر من راس العصفور، يعني راس الدبور. الله ريحة اللية بتدوخ دوخان.
ومثل ما استوت عنا اللحمة ننزل عليهم 60 جرام من رب البندورة أو دبس البندورة أو مية البندورة، ومنحمصها معاهم كتير منيح مشان ما تسبب لنا بحرقة وتدعوا علي. الباطرش الحموي بزين سفرة رمضان، هلا مو ضروري يكون كل يوم، هو نوع من المقبلات بس كتير طيبة. وبننزل عليهم بالبهارات، الملح هو عبارة عن 10 جرامات، والفلفل الأسود 5 جرامات. أنا ما بفضل بالكزبرة الناعمة، بفضل الكزبرة الحب، وأنا دقة عندي بالبيت خاصة بهي الأكلة. لا تنعمون كتير لأنه أنا هيك بدي إياهم. ومنحمصهم مع حباشاته. يا ريت لو فيك شم شغلنا كله على البكلة. ومثل ما تحمصت عنا دبس البندورة ننزل عليهم بالبندورة. هي بنتركها تتعقد من 5 دقايق ل 10 دقايق. وهلا تعالوا معي لنساوي المتبل. وبين ما تتعقد عنا اساس الباطرش بنبلش بالمتبل، بس المتبل حيكون عياره غير العيار يلي ساويناه قبل هذا الفيديو. ناخدهم ذهاب اياب، خدني جيتك، نقلب دفتنا هيك وناخدهم بالعرض رد. وهلا بننزلهم على الطشط، بننزل عليهم 300 جرام لبن، هذا مو عيار المتبل، هذا عيار الباطرش. وبننزل عليهم 100 جرام من الطحينة، وتوم قد ما بدك حطوا توي، بتحب التوم 3 سنام مثلي، نفرمهم بس كتير ناعم، او فيك تدقهم هيك قرة الطاولة. بنحرك، لا تنسى تحريك مشان ما تلدع معنا البندورة. بنكمل فرم الثوم على الناعم الناعم. اللبن بهالاكله لازم يكون اكتر من طحينه، ديروا بالكم. على كل حال مساوي انت متبل قبل بنهار وحابب تساوي الباطرش ما في اي مشكله، شي تطلعهم من البراد حط لهم حسب عامل كيلو مثلا، زايد عندك اكل نص كيلو قبل بنهار، حط لهم 200 جرام لبن زياده فوق، حركهم وحط فوقهم الباطرش. مثل ما نعمنا التوم وحطيناهم، اكيد بننزل عليهم عصرة ليمون نفس طريقتنا، لانه عصارة لهلا ما اشتريناها، بس هي شكلها ما فيها بزر. اذا كانت الليمونة بلدية ليمونة واحدة بتكفي، لما اذا كانت بلاستيكية او مو بلدية ليمونتين. واوعى تنسى تحرك الباطرش مشان ما يلدع معنا. تعشفي على المنظر شلون تعقدت، الريحة غوبان، شوف والله شغلنا كله على البكلة. واخر شي بدنا نحط الملح 10 جرامات، بين 10 جرامات وال 15 جرام حسب كيف انت بتحب الملح، اذا معك ضغط حط 5 جرامات. وهلا صار وقت نشخط ونلبط نخلط مثل ما علمتكم طريقة الخلط، من فوق لتحت من تحت لفوق. اللبن لازم يكون غنم اصلي 100%. مثل ما حركنا 100% بنحطهم مع جنب، نشلح كفوفنا. ولازم نقلي مكسرات عبارة عن قلوبات، كاجو، لوز، معك مصاري زيادة حط صنوبر. وبعد ما خلصنا تحريك المتبل بنحرك. تعال اسمع لي على الصوت، هذا الصوت اللي عم اعطيك اياه نغم وطرب، بتحط موسيقى على تليفونك. يا ريتكم لو معي لتجوا
تذوقوا هالنكهة. لسه ما أكلت بس الريحة بتغوب على القلب. هلا بنكسب الوقت ونشغل غاز قداحة. حرامي القداحات تاقيله. ضاعت القداحة، شكله مصور سرى القداحة. ستنا قداحة هي حلوة، خليها وقعد قيمه. شغل غاز، بنحط كسرولة أو مقلاية اللي عندك، وبتنزل لي بسمنة غنم بلدية أو سمنة بقرة الحلوب شغالة. نحطها هون ومنجيب الغوالي على قلوبنا وغالين على الجيبة كمان. بننزل الكاجو واللوز، نعمل لهم تقليبة بسيطة ونتركهم بين ما ياخدوا عنا اللون أشقوا. وهلا بتجيب لي أكبر صحن عندك مشان نسكب، وبتجيب أكبر معلقة عندك مشان نسكب جاط الباطرش. قول بسم الله. تحط لي، اسمع لي هذا الصوت، هذا الصوت بيذكرك شو بمعلمين الحمص. تحط لي هالباطرش هون المتبل وبتعمل لي له هالرسمة. شوف يا سلام. والله العظيم اذا جايك معزيم على سفرة رمضان اعمل له الباطرش معلم. تحط لي هدوم تاخذهم لورا. هات لنا شغل فيهم، بدنا هالتحفة نحن. صحيح انا كنت جايب بقدونس بس نسيتهم بالماركة، فانتوا حطوا بقدونس على الزينة. تعال اسمع لي، تعال اسمع لي الصوت. تعال تكمش هيك، تحط لي هالباطرش شو بالنص. يا سلام، شايف شلون معقدة؟ هي التعقيدة الصح. تعال اعمل لي هيك، اعمل لي هيك. يا سلام والله شي على البتلة. شوف شلون هيك، شعور ما بعرف هيك. الله الله. وبعد ما تحمص عنا الكاجو تعال اسمع لي الصوت. يا سلام. ايه كتر 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 منهم، كتر 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 كتر. الله. تعال شوف لي هلا شو حينزل الرمان. وهلا صار لازم ندوق. تاخذ لي بتقيم هي بتفضي قدامك. هلا قبلها حجيب لك شغله كثير طيبه معه. رح نصفي بصحن ولا شيء بدنا ناكل. طلع هيك مع اللحم نحط بصحون، حطهم شلون ما كان يحملون كبكب ما بيقسي. تزيحهم هيك. بلش بتحط شو؟ قرن فليفله حده. بتعمل لها هيك للخبزه. شوف هالطريقه حقدها اهو. تاخذ هيك وين بتقلها؟ روحي. شي ناعم. اخذ لك لقمه ثانيه. انا لازم يسموني ملك السقسقه. دل الحال اخذهم هيك مع رمان. تعال شوف، تعال تعمل لها هيك. شوف بتجنن ورهيبه، واحلى اهل حما واحلى ام النواعير وعلى البكله. ايه والله.